معلش بقى يا بنات، اعذروني على الصوت عشان انا واخده دور برد شديد شويه. بس دور البرد ما منعنيش ان انا انزل لكم طريقه حمص الشام زي بتاعت بره واحسن كمان يا بنات، وهنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، مش هتاخد مننا اي وقت وطعمه خطير. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمه دي ازاي. انا غسلت حمص الشام ونقعته في ميه ومعلقه صغيره من الملح، وسبته اقل حاجه 5-6 ساعات يا بنات، او قبلها بيوم بالليل. انا سبته 5 ساعات بس، وحطيته على النار وسبته يغلي كده غلوه، واشيل الريمه اللي بتطلع بالشكل ده. وبعد كده انزل بنص لتر من عصير الطماطم، او حوالي 6-7 طماطميات كده، اعصرهم واصفيهم. انا بصفيهم يا بنات، اللي حابب يحطها بالقشر بتاعه براحته. بس كده، وانزل عليهم ب3 أو 4 عصير ليمونات، وانزل ب4-5 فصوص توم مفرومين، وعليهم بقى معلقه صغيره من الملح، وراعي ان انا حاطه ملح في الاول يا بنات. وانزل بمعلقه كمون كبيره، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه صغيره من السكر، بس انا نسيت احطها مع التوابل، بس هحطها معاكم دلوقتي. بس كده اقلبه بقى كويس قوي، واغطيها واسيب حته من الغطا مفتوحه عشان خاطر ما تفرش على البوتاجاز وتبهدل لنا الدنيا. ده نص كيلو حمص يا بنات. بس كده كانت غليت شويه، كانت يعني دخلت في السوا، هو ما خدش ربع ساعه. نزلت اهو بمعلقه السكر واديله تقليبه واغطيه على نار هاديه. بصوا بقى كده يا بنات، كان استوى وريحته خطيره، كاني واقفه عند بياع حمص الشام. واصبه بقى في الكوبايات بتاعتي، واحط بقى للي عايز شطه، اللي عايز ليمون، اللي عايز كمون. بصوا زي ما تحبوه حطوه، اللي عايز توم زياده يعني بصوا براحتكم. شايفين شكله عامل ازاي، ولونه وريحته وطعمه خطير، كأننا بجد يا بنات واقفين عند بتاع حمص الشام. عملناه في البيت وبكل سهولة، وما خدش مننا وقت ولا مجهود، وطعمه احلى بكتير من بتاع بره. بجد يا بنات تحفة، اعملوها يعجبكم جدا وهيعجب ولادكم. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم، وبألف هنا.